يا صاحبي، حيد يديك على خدك وعيش على قدك. صب الراد ديال اتاي ودير كاسك قدامك وجي قرب حدايا. اليوم نفتحو واحد الخابية داز عليها الزمان وتغبرات، ولكن مخبية في حشاها حكاية وقصص غريبة، ماشي بحال ديك اللي كنسمعو كل نهار. حكاية تخرجنا من اللي عرفناه وتربينا عليه، باش نشوفو الدنيا بعينين جديدة ونسولو راسنا، واش اللي كنشوفوه قدامنا هو الحقيقة ولا غير ضلال في الحيوط. قبل ما نبداو بغيت نقول باللي كل الثقافات والعادات عندها قيمتها وتاريخها، وهاد الأسئلة اللي غادي نطرحوها اليوم كتعكس فقط رحلة التفكير والتأمل في التنوع. تخيل معايا من نهار فاش حليتي عينيك وانت أسير مسجون طول حياتك في قلب واحد الكهف مظلام. ما عمرك شي نهار خرجتي منه، لا انت ولا الأسرة ديالك. في قلب هاد الكهف كاينه واحد الفتحة كيتسرب منها الضوء وتعكس معاه ظلال الأشياء اللي كتوقع برا من الكهف. تخيل معايا وانت كتشوف داك الظلال يوم بعد يوم قبالتك على الجدار. كيفاش غادي تأولها أو غادي تفهمها؟ بلا شك أنك غادي تعتبرها حقيقة، تقدر تخاف منها، تقدر تقدم ليها قرابين وتشعل ليها شميعات أو تصلي ليها وتبقى ترجعها باش ما تآذيكش. ولكن تخيل معايا كيفاش غتكون حياتك إلى واحد النهار وفضل القوة ديال الإرادة والبحث عن النور تمكنتي من الهروب من هذا الكهف، تحملتي الصعاب والمشاق وبذلتي مجهود، ولكن في نهاية المطاف لقيتي نفسك قبلت أشعة الشمس مباشرة. واش غادي تقدر تحدق في نور الشمس الساطع بعويناتك اللي مولفين غير الخيال؟ أكيد أنك غادي تصاب بالانبهار وغادي تبقى تخبى عينيك باش ما يعميكش نور الشمس. من بعد ما غادي تبدا تولف الضو شويه بشويه، غادي تكتشف ان الاشياء اللي كنتي كتخاف منها ما هي الا مجرد ظلال لا تسمن ولا تغني من جوع، وان الواقع اكبر واوضح بكثير. دابا تخيل معايا انك رجعتي لعند دوك الناس اللي باقيين داخل الكهف وحاولتي تشرح لهم الحقيقه اللي شفتي برا. شنو غادي يكون ردة الفعل ديالهم؟ فكر مزيان معايا. اكيد غادي يعتبروك واحد المجنون، كافر، حمار، زنديق ما تسواش، خارج عن المله. غادي يرفضوك، يهمشوك. في نهايه الامر غتلقى راسك منبوذ منفي ومهدد بالاهانه والقتل في كل لحظه. هاد القصة اللي عاد سمعتو دابا مستوحاة من أمثلة الكهف لأفلاطون. خلينا نكبرو هاد الكهف شوية. تخيل معايا هاد الكهف اللي كنتي عايش فيه ماشي غير جدران وحجر، بل هو أيضا كل حاجة كتعرفها، بحيث يولي عبارة عن الدار اللي تربيتي فيها والحي اللي لعبتي فيه والمدرسة اللي قريتي فيها والجامع اللي صليتي فيه والمدينة اللي كبرتي فيها والمدينة الأخرى اللي خدمتي فيها. وكاع ممكن يمتد هذا الكهف للبلاد أو الدولة اللي كتحمل البطاقة الوطنية والجنسية ديالها. بل خلينا نعتبرو هذا الكهف هو هذا التراكم التاريخي والتراثي والثقافي اللي كيمتد إلى آلاف السنين، واللي كتشمل البقعة الجغرافية ديالو
من المحيط الأطلسي أقصى الغرب إلى البحر الأسود أقصى الشرق. شي نهار قررت أنك تحط هذا التراكم التاريخي والثقافي والتراثي في قلب واحد الباليزة وحطيتيها في الجنب، وحملتي فوق كتافك واحد الساكادو خفيف فيه فقط الضروريات: فوطة، مشطة، دونتيفريس، شي تاد السنان، صابونة، ملابس داخلية. شديتي الطريق وسط الجبال والقفار والخلا والصحاري حتى وصلتي لقلب واحد القبيلة في قلب الأضغال الإفريقية. ما توقفتيش هنايا، من بعد هزيتي نفس الساكادو الصغير على دارك، سافرتي لغينيا والسواحل الشرقية الإفريقية، المالابار والماغول، ضفاف الغانج، ممالك السيام، آفا والصين والتتار واليابان. وليتي عاود مرة أخرى سافرتي النصف الآخر من الكرة الأرضية. ودزتي المكسيك والبيرو والشيلي وأراضي ماجيلان، باتاغون، توكومان، باراغواي والبرازيل، الكاريبي، فلوريدا، وانت غادي. وجميع هاد المناطق الجغرافية اللي كل وحدة كتحمل ثقافة في شكل وعادات وتقاليد اللي هي متنوعة متمايزة كليا على داكشي اللي كتعرف في الثقافة ديالك وفي الحي اللي كبرتي فيه. وخلال هاد الجولات كنتي كتلقى راسك غريب ومعرض للمخاطر، كتحس بالتعب والضيق والجوع، بل كتر من هاد الشي لقيتي راسك امام الهزات الصادمة السبب ديالها الخوف والانبهار ديالك بهاد الطقوس الغريبة والعادات والتقاليد اللي عمر بابك ولا طاسيلتك فكرتي فيها شي مرة او لا تخيلتيها. تقدر ترجع معايا لنقطة الانطلاق اللي بديتي منها بعد هاد الجولة العابرة للثقافات، وتفتح داك الباليزة اللي خليتي في الركنة قبل ما تسافر. قارن معايا دابا داكشي اللي موجود في الحقيبة الأولى ديالك مقارنة بهاد الأشياء اللي جمعتي في الحقيبة الجديدة الصغيرة من بعد ما جلتي وصلتي وشفتي. نطرح عليك فقط أسئلة اللي أنا ما غاديش نجاوبك عليها، نفتح لك فقط مجال التفكير. واش انت هو هذاك نفسه اللي كان يتابع عادات وتقاليد معينة؟ واش انت هو هذاك اللي كان تياكل كسكسو نهار الجمعة ويذبح الخروف نهار العيد ويتزوج ب4 العيالات ويشعل الشميعات في مولاي إدريس ويزور لاله شافية والأضرحة والأولياء والصالحين؟ أو لا تغيرت فيك شي حوايج ورؤيتك للحياة والمجتمع أصبحت أكثر اتساعا وأكثر قدرة على احتواء الثقافات المختلفة؟ شنو هي القيمة ديال الحقيبة الأولى إلا وضعتيها في مقارنة مع الحقائب الأخرى اللي جمعتي؟ سؤال آخر غادي نطرحه عليك ونخلي لك مجال للتأمل. اشنو غادي يكون الموقف ديالك الا شفتي شي راجل طالق اللحية وكيقول ان الفرقة ديالهم وحدهم هما اللي غادي يدخلوا الجنة وان ما عداهم مجرد كفارة؟ اشنو غادي يكون الموقف ديالك ملي تشوف واحد كيترجم بالحجر
حتى الموت حيت ارتكب شي حاجة اللي كنعتبروها حنايا زنا أو فاحشة. نتايا نيت اللي تساريتي المجتمعات الأخرى وشفتي بعض الجماعات الغريبة اللي شي مرات كتلقى الأخ كيتزوج بالأخت ديالو أولا كيمارسوا الجنس بشكل جماعي في طقوس احتفالية وعندهم الأمر عادي. نتمنى أن هذه الأسئلة تكون مصدر للتفكير العميق والتأمل وتفتح لنا المجال لفهم أعمق للعالم من حولنا بطريقة احترام وتقدير لكل ثقافة من الثقافات. وصلنا دابا لآخر الطريق في هذا الحديث. نتمنى تكون استفدتي وفتحتي عينيك على أمور جديدة. الحياة بحال الطريق اللي دزتي فيها العديد من المحطات والوجهات. خصنا نكونوا مفتوحين على التجارب ونتعلموا من كل لحظة. دابا خليني نوداك على أمل نلقاك في مواعيد أخرى. سافر مع راسك وفكر مزيان، وما تنساش أن الحياة رحلة طويلة وعامرة فيها بزاف ديال الدروس. سلام. يا العلامات واقفة يا كل عام تجيكم ويثلث